فدول ناس هم مش فاهمين هم بيعملوا زي ما قال الاستاذ سامح. انت علشان خاطر بس تكلفه الخط المفتوح للاتصال مع الطياره الهليكوبتر، مش طياره الهليكوبتر دي في حد على الارض بيكلمها وبيوجهها ولا تمشي يمين وتمشي شمال، وده قول سرب من الطيارات الهليكوبتر وسرب من العربيات المدرعه اللي احنا شفناها. طب العربيه المدرعه دي ثمنها كام واستهلاكها وهي ماشيه كام؟ سيبك كمان من بنزينها وبتاع، دي تفاصيل، دي تكلفه احنا ممكن ان احنا نتحملها. وازاي ان انا اقدر استعيدها؟ هو انا اللي بصنع العربيه المدرعه ديت ولا بجيبها مستورده من بره؟ العجله اللي هو كان راكبها الاستاذ عبد الفتاح السيسي، يا ترى برضه ان هو ساب البطاقه والشبشب رهن عند عجلاتي وبعدين راح لقاه قافل بعد صلاه الجمعه فراح استرداه منه؟ انا داخل في القذافي. انا هنا بكلم كل الثوار بقى اللي في مصر، يا جماعه انتوا لبستونا في القذافي. القذافي اللي هو ايه؟ اللي هو نمره واحد في هو طبعا القذافي ما كانش بيعمل كده، كان ينزل لا يعني ده وسط الناس. كان بيعمل هو شباب جامعات، فنانين، اعلاميين في الشارع يا عمي. يعني ده رئيس للشعب المصري كان بيدور على احنا اتفقنا ان ده مش شارع، ده سيارات مدرعه وطريق مخلى ومغلق وفي فوق منك طيارات هليكوبتر. وليلى علوي قالت ده الجماعه كانوا معانا طول الوقت وبيأمنونا. طيب لو انتوا في وسط الشعب، هو ده شعبه، هو ده الشعب اللي هو شايفه. هو شايف ان الست بتاعت الكشك بتاعت امبارح اللي كانت بتدعي عليه بشعر راسها لانه هدلها الكشك بتاعها، دي مش شعبه. انما الجماعه اللي هم اللي معاها النهارده دول الفنانين والبتاع والكلام ده، هم دول شعب الثوار. سواء كنتم من الاسلاميين او من غيرهم، من الاخوان او من غيرهم، عليكم ان تعيدوا ترتيب اولوياتكم. انتم عدائكم الاصلي مش مع بعض، انتم في عداء واضح مع هذا الرجل الذي جاء ليجعلنا مسخره في البلاد كلها. محمد القدوسي والكاتب والباحث